السلام عليكم متابعي الكرام، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كيف ما عودتكم دائما كنجيب لكم احداث وحلقات مسلسل مغربي انا وانتي. في هذا الفيديو جبت لكم بعض الاحداث اللي غادي يكونوا في المسلسل. قبل ما نبدا، لك انتم اول مره كتشوفوا القناه ديالي، نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، ومرحبا بكم، الف مرحبا. المهم اصدقائي، كيف ما شفتوا باللي حياة سمعات كلشي وعرفات الحقيقه، غادي نشوفوها غادي تمشي عند عماد وغادي تقول ليه شوف، يا اما غادي تبعد سونيا على سعيد ولا غادي ناديها ديال بصح. وهنا غيقول لها عماد كوني هانيه، سونيا ما غاديش تبقى الدور بسعيد. وهنا غادي تقول ليه شوف، انت غادي تعطيني دوك التصاور وهذوك الفيديوهات، انا راه سمعت كلشي، باش هكا غادي نخلي سعيد انه يبعد على سونيا. انا راه كنعرف سعيد مزيان، ما غاديش يبغي ان سونيا تدخل الحبس. هنا عماد غادي يعطيها هذوك التصاور وهذوك الفيديوهات، من بعد ما غادي تقول ليه باللي سونيا ما غتوقع عليها حتى شي حاجه. صافي حياة غادي تمشي وهي فرحانه وعندها الدليل اللي غادي تقدر انها تضغط بيه على سعيد، حيت عارفه بلي سعيد انسان مزيان، وعارفه بلي سونيا كيقدرها بزاف وما غاديش يقدر يأذيها ولا يخليها دير يعني تدخل الحبس. غادي نشوفوا بلي حياة غادي تمشي عند سعيد وغادي تقول ليه شوف، يا اما غادي تبعد على سونيا ولا هاد التصاور هاد الفيديوهات غادي نصيفطهم للبوليس، وتما فين غادي تمشي سونيا الحبس، وهكا غادي تبعد عليها بز منك. سعيد فاش غادي يشوف هذوك التصاور هذوك الفيديوهات غادي تصدم، حيت اصلا سونيا اللي هي صوفيا غادي تمشي عند حليمه وغادي تقول لها واش انا صفيتها لشي حد. غادي تقول لها حليمه شنو هاد الهضره كتقولي انت؟ كل مره كتجيبي لنا شي حاجه في شكل ما يمكنش، انت ما تقدري ديري حتى شي حاجه، كيفاش انا تصفيها لشي بنادم؟ هنا غادي تقول لها راني شفت التصاور والفيديوهات ديالي انا وهذاك السيد طايح في الارض. سعيد غادي تصدم، غادي يقول كيفاش؟ وهنا فاش غادي يقول في الاول ما غاديش يتيقوها، ولكن فاش غادي يشوف سعيد التصاور عند حياة غادي يقول حليمه ايه داكشي راه كاين. وهنا غادي تقول لي حليمه دابا عاد فهمت داكشي علاش كنت كتخاف بزاف من عماد، وفيما كنقول لها سيري دعي عند البوليس ما كتقدرش، حيت خايفه انها تدخل الحبس، اكيد غتكون دايره شي حاجه. صافي حياة غادي هنا غادي تولي ضاغطة على سعيد، تولي تابعة فين ما مشى. غادي يقول لها شنو بغيتي نتيا دابا؟ صافي سونيا راني بعدت عليها. غادي تقول لي غادي نتزوجوا، هو غيقول ليها لا. غادي تقول لي شوف، ما بغيتيش تتزوج بيا سونيا غادي تدخل الحبس. يعني غادي تولي تهددو بهذوك الفيديوهات وهذوك التصاور. صافي سعيد شنو غادي يدير؟ غادي يوافق على داكشي اللي قالت ليه حياة، غادي يوافق انه يتزوج بها. حياة غادي تكون فرحانة بزاف. اما سونيا اللي هي لاعبة دور صوفيا، حتى هي غادي تكتشف مريم الحقيقة ديالها. مريم اللي غادي تولي تابعاها فين ما مشات، وغادي تعرف بلي راه كاينة سونيا الحقيقية. حيت مريم فاش غتكون تابعة سونيا مرة كتمشي تطلع على الأخت ديالها في هذاك المحل اللي خدامة فيه. وهنا فين غادي تعرف مريم بلي هما راه جوج بنات وكيتشابهوا. وغادي تجي عند نوفل وغادي تقول ليه صافي صوفيا غادي نحيدوها من تمايا، غنتهناو منها. وغادي يقول لها نوفل كيفاش؟ غادي تقول ليه هي اصلا راه ماشي صوفيا الحقيقيه راه فاقده الذاكره وكاينه في واحد المحل، اما هذه راها سونيا. صافي نوفل غادي يقول لها ما يمكنش هادشي اللي كتقولي مريم. غتقولي انا ما تيقتينيش، يلا تشوف بعينيك. وفعلا غادي يمشي وغادي يتاكد وغادي يعرف بلي فعلا هذيك هي صوفيا، اما هذه اللي معاهم راها سونيا. وهنا فين غادي تفكر مريم وتقولي داكشي علاش هي التصرفات ديالها مبدلين ماشي بحال صوفيا. راه في الاول انا فاش شفتها كنشوف فيها بحال هزيتي وحده وحطيتي وحده. صافي غادي تقول ليه دابا عندك الدليل باش انك تضغط عليها باش انها تكتب لك نصف الشركه. وغادي يقول لها صافي دابا حنا عندنا الحل. ولكن هو شنو غادي يقول لها؟ غادي يقول لها غادي نتزوجوا. صوفيا غادي تقول ليه ماشي دابا حتى من بعد. وهنا فين غادي يعني يواجهها وغادي يقول لها داكشي اللي كيعرف. غادي يقول لها شوفي راني كنعرف كلشي، انت راك ماشي صوفيا. تقول لها شنو هاد الهضره اللي كتقول؟ امال شكون انا؟ غادي يقول لها انت راكي سونيا، اما صوفيا راه كاينه في واحد المحل راني شفتها بعينيا، وديك التوحيمه راه باقا فيها اللي قلتي انت حيدتيها. صافي هنا سونيا غادي تبقى غير كتشوف وغادي يقول لها شوفي، يا اما انك توافقي تزوج بك، ولا الخبار غادي توصل عند خديجه وتهامي، وتما غادي تمشي للحبس انك يمتحن شخصيه ديال شخص اخر. صافي هنا غادي نشوفوا بلي يعني سونيا تاني من جديد كتهدد كيف ما الاول. وهنا ما غاديش تقدر دير حتى شي حاجه. داكشي علاش غادي نشوفوها باللي غادي توافق انها تزوج بنوفل. وغادي نشوفوا الخطوبه ديالها
الخطوبة غادي تكون لابسة القفطان وكتبكي وما فرحاناش، حيت هي غادي تولي تبغي ياسين، ياسين اللي كيساعدها وكيعاونها في الخدمة وكيوري ليها شنو غادي دير وكينبهها شكون الناس اللي كيبغيوها شكون اللي ما كيبغيوهاش. ولكن نوفل فاش غادي يولي يهددها ما عندها مازال ما دير من غير انها توافق على داكشي اللي قال ليها نوفل. داكشي علاش غادي نشوفوا الخطوبه ديالها، الام ديالها وتهامي غادي يكونوا فرحانين بزاف، ولكن سونيا اللي عند بالهم بلي راها صوفيا ما فرحاناش. غادي تكون في البيت ديالها لابسه القفطان موجده، ولكن السيده ما فرحاناش وكتبكي. في الوقت اللي غادي نشوفوا فيه سعيد حتى هو في الخطوبه ديالو مع حياه، بلي حياه فرحانه واخيرا غادي تزوج بسعيد، ولكن سعيد ما فرحانش حيت هو كيبغي سونيا. المهم غادي نشوفوا أصدقائي بلي في الأخير مريم غادي تقدر أنها تفضح نوفل في داكشي اللي كان كامل باغي يدير وباغي ياخد النص ديال الشركة. المهم أصدقائي غادي نشوفوا الخطوبة ديالهم بجوج، ولكن ما غاديش يكونوا فرحانين بجوج لأن كاين تهديدات، كاين ظروف اللي هي أقوى منهم اللي خلاتهم أنهم يديروا بحال هكا. سعيد بغى يضحي على ود سونيا اللي عند بالو راها سونيا مع ديك راها صوفيا، حيت هي دارت بزاف ديال الحوايج على قبلو فاش شدوه للحبس كتجري وطيح وتنوض وجابت الفلوس باش انها تقدر تخرجو ما يدخلش للحبس. داكشي حتى هو ما غاديش يفوتها، كيعتبرها عائلته، كبروا بجوج في الخيريه ما يمكنش يتخلى عليها ويخليها انها تدخل الحبس. ولكن غادي مازال يكتشف بلي هذاك السيد اصلا باقي على قيد الحياة وبلي ديك الخطوبة مازال ما غاديش يكمل داكشي في الأخير. المهم أصدقائي هادو بعض الأحداث غادي نشوفوهم في مسلسلكم الشيق أنا وأنتي. مازال غادي نشوفو مجموعة من المفاجآت، مازال غادي ترجع صوفيا الذاكرة ديالها وكيفاش أنها غادي تقدر تواجه نوفل وتواجه مريم، وحتى الأخت ديالها اللي مازال غادي تندم على داكشي اللي دارت. غادي تلقى داكشي اللي قالت لها اختها فاش قالت لها عندك تشوفي هاد الشي كله الفلوس وهاد الفيلا وهاد الشي، وغادي تقولي بلي زعما حنا عايشين حياة اللي هي الانسان زعما عايش حياة اللي هي سعيدة. بالعكس راه كاين ضغوطات، كاين بزاف ديال المشاكل وقالت لها كتشوفي بزاف ناس غير كيمثلوا، وفعلا الناس كاملين اللي دايرين بها كلشي كيمثل عليها غير باش يعاود مصلحته. في الاخير تواجه بزاف ديال المشاكل، ضغوطات، تهديدات تاني من نوفل، تهديدات من عماد اللي غادي يلقاها مازال وغادي يعرف بلي هي سونيا الحقيقية. مازال بزاف ديال الأحداث غادي نشوفوهم في الحلقات الماجية أصدقائي، أحداث اللي هي شيقة بزاف. شكرا لكم على الوفاء ديالكم والدعم ديالكم والثقة ديالكم. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي نتمنى أنكم تشتركوا تفعلوا زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ومرحبا بكم، ألف مرحبا في قناتي اللي هي قناتكم قناة إيمان شانيل أوفيسيال، اللي دائما كتقدم لكم أحداث وحلقات المسلسل المغربي أنا وانتي، والمسلسلات المغربية اللي كنشوفوهم في القناة الأولى والثانية. بسلام عليكم، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة وتبارك الله عليكم.